ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين طبعا علشان مولد النبي اللي جاي باذن الله. موضوع فيديو النهارده يبقى عن ليه الناس بتحب الكونسول عن البي سي. بلاحظ كتير قوي ان الناس بتحب تجيب الكونسول زي البي اس 4 او البي اس 5 او الاكس بوكس عامه عن انها تجمع بي سي والكلام ده كله. ففي الفيديو ده هشرح لك بالتفصيل ليه الناس بتفضل الكونسول اصلا. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، يا ريت تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدا. عايز اقول لكم بس ان هيبقى في جزء تاني من الفيديو ده عن ليه الناس بتحب البي سي عن الكونسول. فيعني الناس بتاعت البي سي انا مش هظلمكم، ما تخافوش. وعايز اوضح لكم حاجه، بس انا مش هقول عيوب البي سي عامه ولا هخش في مقارنه ما بين الكونسول والبي سي، لا انا هقول لك على التفاصيل الكامله لمميزات الكونسول لوحده. يعني مش هخش في مقارنه تفصيليه ما بينه وما بين البي سي. اول حاجه والميزه الاقوى في الكونسولز عامه ان سعرها مش غالي قوي. يعني انت لو دخلت اي محل بيبيع كونسول اذا كانت بي اس 4 او 5 او اكس بوكس عامه، بتلاحظ ان الاسعار ثابته دايما ومش بتعلى او بتنقص. فدي اول حاجه بتريح جيبك عامه كمستهلك. يعني انت داخل المحل عارف انك هتجيب كذا بالسعر كذا. وعلشان كده لو تلاحظوا ان اغلب العائلات بتريح دماغها وبتجيب الكونسول على طول، لانه حرفيا متواجد في كل مكان واسعاره ثابته. يعني مستحيل تلاقي تاجر بيبيع لك البي اس 5 مثلا ب 800 او 900 دولار. ليه؟ لسبب واحد، ان الشركه منزله الاسعار دي موحده لكل الدول. يعني ايه؟ بي اس 5 حاليا في مصر عامل 500 دولار، يعني ما يقارب 25 الى 30 الف جنيه. مستحيل تلاقي تاجر بيبيعه ب 40 او 50 الف جنيه، الا مثلا لو كان ليميتد اديشن، يعني نسخه خاصه او ايا كان. والسبب التاني معانا هو سهوله الاستخدام. يعني ايه؟ يعني انت لو رحت جبت بي اس 5 وروحت البيت شبكته على الشاشه، انت خلاص ممكن تلعب اي لعبه عامه في اي وقت من غير ما تبرمج اي حاجه، من غير ما تعمل اي حاجه. حط السي دي وابدا يلعب من غير اي عوائق. ده مناسب جدا للناس اللي عايزه تريح دماغها خالص وتجيب حاجه تلعب عليها بس، وما يعملش اي حاجه ولا يبذل اي مجهود في اي حاجه، ولا ان هو يبحث ولا يدور ولا يعمل اي حاجه. هتجيب الجهاز هتحطه على الشاشه، خلاص الموضوع خلص معاك، العب زي ما انت عايز. وتالت حاجه معانا وهي الجويستيك او الدراعات. في الفتره الاخيره سوني ومايكروسوفت عامه ابتدوا يدوا اهتمام كبير قوي للدول شوك بتاعتهم. يعني ما اظنش الدول شوك بتاعت البي اس 5 والاكس بوكس حاليا مش زي من 10 سنين او 15 سنه فاتوا، مستحيل. عملوا نقله نوعيه حرفيا في الدول شوك بتاعتهم. وانا اعرف ناس حتى الان بتحب تمسك الدول شوك اكتر ما تمسك الكيبورد. انتم متخيلين؟ يعني واحد كده بيلعب العاب يقول لي انا مثلا بمسك الدول شوك عامه بحس ان انا في عالم تاني، لكن الكيبورد والماوس انا مش متعود عليهم. ورابع سبب معانا ان في مكتبه ضخمه جدا اذا كان عند سوني او مايكروسوفت من الالعاب. يعني انا لو قعدت اعد لكم الحصريات بس بتاعت البلاي ستيشن لوحدها، يعني ممكن الفيديو ياخد نص ساعة. للناس اللي ما تعرفش، جود اوف وور اللعبة الجامدة جدا ان الناس كلها بتلعبها اصلا من تطوير سوني. انت متخيلين لعبة من المتعة والعظمة دي تبقى من تطوير شركة كونسولز اصلا؟ والصراحة يا جماعة انا شفت العاب كتير قوي بمطورين تانيين زي روك ستار او ايا كان، بس بحس مثلا سوني لما بتعمل لعبة يا جماعة بتبدع. عندكم سبايدر مان مثلا من تطوير سوني برضو. مفيش اتنين يختلفوا ان اللعبة دي عملت نقلة نوعية في العاب السوبر هيروز، لدرجة ان هم عملوا منها جزئين من كتر حلاوتها. انتوا متخيلين؟ وشركه زي سوني مثلا ابتدت تهتم جدا بالشرق الاوسط، لدرجه ان هي عملت العاب مدبلجه ومترجمه زي مثلا سبايدر مان وبلاك ميس وكونج على ما اظن مترجمه. خامس او رابع ميزه مش فاكر يا جماعه، البي اس بلس. الناس بتختلف في الاقوال ما بين ان هو ميزه او عيب. لو انت ما تعرفش، انت لو عايز تلعب اونلاين عامه لازم تشترك في البي اس بلس. ليه؟ ما تسالنيش، دي سياسات شركه سوني. وكمان نفس الكلام في اكس بوكس جولد. بس نركن الموضوع ده على جنب. البي اس بلس حاليا بقى حاجه تانية. يعني البي اس بلس في البي اس 4 كان حاجه زباله، فاهمين؟ كان بينزل لك 3 العاب كل شهر وكده. لكن حاليا يا جماعه الموضوع اتطور بطريقه غبيه، اذا كان على الاكس بوكس او البي اس بلس. حاليا البي اس بلس او الاكس بوكس جولد لو اشتركت فيه انت بتاخد مكتبه ضخمه من الالعاب، ممكن تعدي ال 200 لعبه تلعبهم. ومش العاب اي كلام، يعني ممكن تلاقي جود اوف وور، سبايدر مان، انشارتد، باتمان، شادو اوف ذا توم بريدر، ذا لاست اوف اس، والعاب تانية كتير قوي هتلاقيها عامه على البي اس بلس او الاكس بوكس جولد. طبعا دي اول ميزه قويه في البي اس بلس حاليا. تاني ميزه انك ممكن تلعب العاب البي اس 3 و2 و1 و4 بالاشتراك ده عادي من غير ما تدفع ولا جنيه.
انا بالنسبه لي بعتبرها ميزه قويه جدا ان انا بجرب كل الالعاب باشتراك رمزي، يعني اشتراك شهري او سنوي رمزي بيديني اتاحه ان انا اجرب كل الالعاب. في ناس تانية ممكن تختلف في الموضوع ده، بس انا شايفه موضوع جامد جدا للناس مثلا اللي عايزه تلعب كذا لعبه في نفس الوقت بسعر لعبه واحده، انت فاهمين. ونخش بقى في الميزه اللي بعدها، ان الاجهزه دي اعطالها قليله. يعني انا ما شفتش بعيني كونسول عامه اذا كان بي اس 4 او 5 او 3 او 2 بيبوظ بعينه، فاهمين يعني ايه؟ يعني فجأة تشغل الجهاز تلاقيه باظ كده من دون اي سبب. الموضوع كله بيبقى اهمال منك عامة. ليه؟ لان مثلا الكولر بيحتاج ان هو يتنضف، مثلا السي بي يو اللي موجود في الكونسول عامة ايا كان اصداره ايه بيبقى عايز المعجون الحراري بتاعه يتغير، في تراب كتير على الجهاز عايز يتنضف، بتشغل الجهاز لاوقات كتيرة قوي ممكن تعدي ال 12 وال 14 ساعة بدون راحة. لو لاحظت كل اللي انا قلته ده ممكن يبقى اهمال شخصي. يعني لو انت واحد مش عايز توجع دماغك بصيانه بقى وكل شويه تنظف وتعمل وكده، هات الكونسول وكل اسبوعين ثلاثه، فاهم، هات البلاور اللي هو مضخه الهواء دي واعمله بيه وخلاص كده. وكل مثلا 6 7 اشهر غير له السيرمال بيست، هتروح مثلا ب 200 جنيه اللي هو $5 ولا $6 هتغيره، فاهمني. ومش الموضوع صعب. يعني في ميزه اضافيه كده مش عارف اضيفها ولا لا، بس انا اقولها لكم. حاليا في ناس بتبيع اكونتات فيها العاب كتير قوي بسعر قليل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا واحد عندي البي اس 5 لسه جايبه جديد وبقيت على الحديده خلاص، فانا محتاج العاب العبها، مش معايا مثلا غير 2000 جنيه او 3000 جنيه، هضطر ان انا اشتري اكونت فيه يجي 10 العاب. طبعا تنبيه، انا مش بقول لك على حوار التعديلات والهاكر والكلام ده كله، لا، ده اكونتات بي اس 4 و5 رسميه بتبقى الناس شاريه الالعاب فيها بس هي خلاص مش محتاجاها، فبتديهم باكج على بعضه كده مثلا ممكن يقل عن نص الثمن. بشوف اكونتات كتير قوي بتتباع على جروبات الفيسبوك وبتبقى جميله جدا، فيها مثلا جود اوف وور، سبايدر مان، شارتد، ايا كان الالعاب بتبقى العاب كده باكج كامل كده وانت بتشتريه بنص الثمن. وفي طريقه تانية بقى انك تشتري اكونت اوف لاين او برايمري او سكندري ايا كان او فول اكونت، الكلام ده بيبقى على لعبه واحده بس. الموضوع برضو بيبقى لذيذ وبيوفر معاك. لكن انا الصراحه مش هقرب من الستور بتاع الاكس بوكس او البي اس عامه، بسبب ان الاسعار بتاع الالعاب الجديده عامه بتبقى مبالغ فيها. لكن في حاله واحده بس بقرب من الستور، وقت البلاك فرايداي او الاعياد، الالعاب بينزل عليها اوفر ممكن يوصل ل 90% عادي. فالموضوع بيبقى لذيذ جدا انك تلاقي العاب مثلا كانت ب 60 و50 دولار تلاقيها مثلا ب 10 دولار فجاه. والكلام ده حصل لي يعني وشفته واشتريت، فانا بقول لك كده عن واحد مجرب. دي بالنسبه لي كانت كل مميزات الكونسول عامه اذا كان اكس بوكس او بي اس. يعني حاولت الم على قد ما اقدر اللي انا اعرفه، واللي انا ما اعرفوش يا ريت تكتبه لي في الكومنتات تحت. وانتظروني في فيديو جديد، ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا بيس.